حد هنا؟ جبت حاجة من أثرها؟ ادي صورتها وادي حته من فستانها. عايزها تجيني رقعه. أنا جيت هنا عشان حسيت إن أنت ممكن تساعدني. إيه مشكلتك؟ قصدك إيه مش مشكلتك؟ أنا حياتي كلها عبارة عن مشاكل ملهاش حلول. حتى لما حاولت أهرب منها بالانتحار فشلت. بس لما وقعت هنا قلت تجرب السحر. أنا حاسس إن الحل عندك، بس مش عارف هو إيه. احكي لي حكايتك. أنا يحيى المصري، أقوى لاعب كونغ فو في مصر، مجنون باللعبة دي من وأنا لسه في بطن أمي. الحقني يا دكتور، الولد مش راضي يبطل تسليك. ولما كنت طفل أبويا استغرب، إنما جدي اهتم بالموضوع. وأخيراً بقيت بلعب كونغ فو. أنا المعلم رشدان. معلمي رشدان كان هو الأب الروحي ليا. دايما بيديني الثقة في نفسي. انا مش موافق على حكايه النادي دي خالص. ليه؟ هتاثر على مذاكرته ومستقبله. طب اسمح له يروح النادي وانا اضمن لك مذاكرته. وبقيت قائد فرقة الأشبال في النادي.
كل يوم بيعدي كان بيزيد فيه حبي للعبة وبتعلق بيها أكتر. لكن الواحد لما بيكبر مشاكله بتكبر معاه. أنا المعلم رشدان. لا عمي هاخد بنفسي. ها يا يحيى، بعد المجموع الكبير ده ناوي تقدم في كلية ايه؟ طب ولا هندسة؟ إن شاء الله كلية تربية رياضية قسم كونغ فو. مش قادر أوصف لك فرح بيا قد إيه. ده يوم ما تنوي تبقى مدرس تختار المادة الوحيدة اللي ما فيهاش دروس خصوصية، انت ايه يا اخي؟ غاوي فشل مصر على الضياع. وساعدني جدي زي كل مرة. سيبه يروح الكلية اللي هو بيحبها، طالما بيحبها هيبقى متميز فيها، مش أحسن ما يطلع دكتور ولا مهندس فاشل. ودخلت كلية التربية الرياضية، وهناك قابلت علي. علي مين؟ صديق عمري. علي، أنا كل ما بكلمك تليفونك ما بيجمعش، ليه؟ اصله فاصل شحن. ما انت عارف بقى، رنا وبوسي وداليا هاريني مكالمات. مش ملاحق يا يحيى، مش ملاحق. مش عارف يا اخي ليه كليتنا الناشفه دي ما يخلوهاش وسط الجامعه هنا. هق ومق وشخلله، حاجه مليطه. بص بص، شايف الاتنين دول؟ ايه رايك؟ لا ده على فكره البت ام شعر اصفر دي عينها منك. انا هاخد اوضه السفره اللي جنبها. بعد اذنك بقى. هاي هاي يا فاركو، عاملين ايه؟ كويسين. كويسين. والله يعني ممكن نخرج نتعرف. حسب الظروف يعني. طيب يعني ممكن نخرج ايه رأيك؟ نتعرف. ايه رايك؟ اوكي اتفضلوا اتفضلوا. اوكي. يلا بينا. ما كنتش عارف مالي، زي ما أكون حاسس إني هقابلها. الله، تقابل مين؟ منى. منى مين؟ أنا والشموع وهواك، حمادة سميرة. الحب من أول نظرة. يحيى ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله يا طنط. أخبار صحة حضرتك إيه النهاردة؟ الحمد لله احسن. علي موجود؟ يا حبيبي اتفضل. اتفضل يا حبيبي. بوسي اقفلي اقفلي دلوقتي وكلميني كمان نص. يلا باي. مش ملاحق يا يحيى، مش ملاحق. أنا حبيت حبيت من أول نظرة. دي ملاك ماشي على الأرض. طب وايه؟ ما كلمتهاش؟ أنت عارف يا علي إن أنا فاشل في الحاجات دي، أمال أنا جيت لك أنت ليه؟ واقترح عليا كذا اقتراح. خشالها من سكتها. إيه؟ حلوين ها؟ حرام عليك يا اخي، انت ما فيش في قلبك رحمه؟ ازاي تحطهم في قفص صغير زي ده؟ ومن ساعتها وهم في قفص كبير قوي، وسميتهم يحيى ومنى. خلي قلبك جامد وارمي نفسك قصاد عربيتها. كل اللي ما بيننا انتهى يا بوسي. انتوا صنف كده، واحدة تغور 10 يجوا. معلش يا صاحبي. ولا يهمك.
انساها بقى يا يحيى، سيبك منها بقى يا اخي. هي البنات خلصت؟ ده دلوقتي اللي بيصاحب واحده بياخد عليها 2 هديه. بعد اذنك بقى يا كوتش، اصل نيفين وصلت. على فكره صاحبتها ام شعر اصفر هتموت وتكلمك، تحب اظبط لك معاها؟ اهي ممكن تنسيك منى. لا ده لا 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 لا. وايه يعني بيخونك؟ حبوا بعض حبوا بعض حبوا بعض حبوا بعض حبوا بعض حبوا بعض. أنا آسفة. اسفه ايه؟ أنا هايدي. اهلا، وانا يحيى. يحيى ولا يموت. ومرت السنين واتخرجت من كليه التربيه الرياضيه. ألف ألف مبروك يا يحيى. بس أنت لازم تشد حيلك وتدور لك على شغلانة كويسة أو حتى عقد عمل في الخليج. يحيى أنت مش معايا ولا إيه؟ لا لا هايدي ان شاء الله ربنا يسهل. انا علي عبد العال، مدرس الالعاب الجديد. وانا يحيى المصري، مدرس الالعاب الجديد برضو. يلا يا حبايبي، يلا يا حلوين، اللي عايز يلعب كوره يجي كده. طيب يلا يا حبايبي، يلا يا حلوين، اللي بيحب الكونغ فو كونغ فو، فان دام، جاكي شان، فو مانشي، كل الابطال الجمال دول. اللي عايز بقى يبقى بطل جميل زيهم يجي كده. انت اسمك ايه يا حبيبي؟ الواد ده اسمه دودة. يا دودة يا دودة. 100 جنيه؟ هو ده المبلغ اللي قعدنا 4 سنين في الكليه عشان ناخده؟ ده كيلو لحمه ب 30 جنيه. احمد ربنا، في غيرنا مش لاقيين شغل خالص يا اخي. كل ده هيتغير. ازاي؟ بعد بطولة الجمهورية وضعي كله هيتغير. بطولة الجمهورية يعني مصر كلها هتشوفني، ولو كسبت هاخد مكافأة مالية ضخمة من الدولة وهترستق. وجه اليوم الموعود، يوم بطولة الجمهورية. فايت! وبكده بقيت يحيى المصري بطل الجمهورية. اللعبة ملهاش جمهور في مصر، حتى التلاتة اللي جم يشجعوني، علي صاحبي ودودة تلميذي وجدي مدرس التاريخ المتقاعد، يعني جه عشان فاضي. ونتشرف الآن بتسليم البطل يحيى المصري الجائزة المالية، وهي عبارة عن 40 جنيها. بعد الضرائب والدمغات يصبح المبلغ المالي 34 جنيها و17 قرشا و15 مليما. هي دي المكافأة اللي هتغير حياتي؟ هو ده الجمهور والتقدير اللي مستنيه طول عمري؟ بحبكم بحبكم جمهوري. خلوه الحقيقة خلف غندورة اهو. ايه اخر اعمالك الفنيه؟ عايزه اصور معاك. على فكره انا واخواتي البنات بنحبك قوي. نصور معاك. افرح يا يحيى،
انت النهارده بطل. مفيش بطل من غير جمهور. يوميها ما روحتش حتى البيت لاني كنت عارف اللي هيحصل. اخدت بطولة الجمهورية. هايل هايل. انا رايحه الدرس. وتاني يوم على طول استدعاني ناظر المدرسة. أنا آسف، ممكن أعدي؟ آسف يا خبر. اتفضل عدي يا أستاذ يحيى. أيوة اتفضل عدي، احنا في ديك الساعة. شكرا. العفو. رشا اسمعي، رشا رشا انا وانتد، يا تلحقيني يا ما تلحقينيش، بلا هسهسه بلا فسفسه بلا لكلكه، اخلصي. خير يا حضرة ناظر. من ساعة ما انت جيت انت وعلي وانا مقسم ملعب المدرسة بينكم بالنص، نص للكورة ونص للجودو. لا كونغ فو. كونغ فو حضرتك. ما يهمش، المهم عندي انك انت تعرف كويس قوي ان انا زي ما انا ناظر المدرسة انا ايضا صاحب المدرسة، ويهمني الربح في المقام الاول. ولذلك أنا اتفقت مع شركة عالمية لإنتاج الأدوات الرياضية لتنظيم مهرجان كبير في المدرسة تحت شعار الكورة للجميع. وطبعا هذا المهرجان هيتذاع في التلفزيون، دعاية للشركة ودعاية للمدرسة أيضا. ونظرا للظروف الجديدة فأنا أعدت تقسيم الملعب، بقى كله للكورة، وحاسب لك انا جزء صغير قد متر ونص في متر ونص علشان المصارعه بتاعتك. كونغ فو. كونغ فو. كونغ فو. مش مهم، مش عايز اي اعتراض. وما تنساش يا استاذ انك انت وصاحبك متعينين عندي هنا بالحصه، يعني ممكن في اي لحظه اقول لك بره المدرسه ومالكش عندي اي حاجة. عايز تكمل معايا تسمع الكلام من غير نقاش. يحيى اديك خدت بطولة الجمهورية، ها نفعتك بايه؟ ولا يا حسرة، هي المدرسة يعني بتديك كام في الشهر؟ يحيى ياما نصحتك، ياما قلت لك تسيبك من الهبل اللي في دماغك ده وتشوف لك اي حاجة تانية افيد لك. هايدي لو سمحتي انا مش ناقصك. يحيى انا بيجيلي عرسان كتير اليومين دول وكلهم جاهزين، بس اللي منعني اني حاسة ان في حاجة بيني وبينك بتكبر يوم بعد يوم، لكن بطريقتك دي انا خلاص مش قادرة استحمل، انا زهقت. النهارده جاي لي عريس والمرة دي هقابله. الو. البطل يحيى المصري معايا؟ ايوه انا. مين؟ انا ايهاب ايوب مدير انتاج. احنا بنعمل فيلم سينما اسمه البطل والاوغاد الحقيره، وكنا عايزين بطل كونغ فو زي حضرتك. بتبص يمينك ليه يا حيوان؟ ايه ده؟ في كتير زيي. هش اخرس كلاكيت. البطل والاوغاد الحقيره 1-1 اول مره. البطل يتفضل.
مجرد أوغاد حقيرة. وانت بالذات احقر واحد فيهم. موت يا وحش. انت الوحيد اللي قدرت تقتل الاوغاد الحقيرة، انت البطل الحقيقي. هايل يا خالد يا غندور. يلا طفوه ورموه بره وهاتوا واحد غيره، عايزين نعيد اللقطه مفيش وقت. اتخنقت لدرجه تروح تلعب معاهم. يلا يا حبايبي، يلا يا حلوين، يلا يا كباتن المستقبل. 5 دقايق هوزع حاجه كده واجيلك. خد يا يحيى، حجزت لك جوز على مقاسك هديه. بمناسبة ايه؟ اخيرا الناظر اقتنع انه يعيني المسؤول عن حمله الكره للجميع، اهو يطلع لي منها قرشين اعمل بيهم العمليه لامي. صحيح. انت مامتك اخبارها ايه؟ تعبانه قوي يا يحيى، بس ان شاء الله الحق اعملها العمليه. ومع اخر استفتاء على شبكه الانترنت تم اختيار الممثل واللاعب الاسطوره لاعب الكونغ فو فو منشي كاشهر شخصيه لهذا العام. فو منشي الاسطوره الذي قام ببطوله الفيلم العالمي تشالنج داي الراقصه والتنين، وكان من اخراج كلينت إيستوود وصغار النجوم من هوليوود روبرت دينيرو، الباتشينو، توم كروز. مين ده يا يحيى؟ ده فو منشي، بطل الصين في الكونغ فو. يعني زيك بيلعب نفس لعبتك. تايسون اتغلب يا رجاله. تايسون اسطوره الملاكمه اتغلب. ومن مين؟ هوليفيلد. مين كان يسمع عنه؟ مين هوليفيلد اساسا؟ دلوقتي بقت الناس كلها ما وراهاش سيره غير هوليفيلد، ده خد كل القابه وشهرته. تايسون اتغلب. يا جماعه انا جمعتكم النهارده عشان اقول لكم ان انا قررت الاعب فو منشي. يا الهبل حلوه دي يا حبيبي. فو منشي فو منشي يا ابن اللذينه. جامده قوي دي يا ابن اللذينه. يا عم احنا قدامنا ولا 200 سنه عشان نبقى زيهم. ده بيلعب وهو مغمض عينيه. انت مجنون يا عم. ده صيني، انت مصري، فعمرك ما هتبقى زيه. افهم بقى يا عم الحلو. الموضوع مش سهل خالص، لكن ممكن تعمله، وعشان تعمله لازم تعمل مجهود كبير جدا. فو منشي مش مجرد لاعب صيني، بقى نجم سينما مشهور. في حاجات كتير انت ما تعرفهاش عن فو منشي. الأسطورة الصينية العظيمة. بيقاتل دايما وهو معصوب العينين. لقد تناولت الكثير والكثير من الامينو اسيدز لكي اغلبك. فو منشي، لن انسى لك هذا. لقد خطفت امي وعلقتها وسرقتها وضربتها على راسها من الخلف وكسرت لها رقبتها واغتصبتها مرتين واشعلت فيها النيران وهي الان حزينه. نحن كثيرون جدا وانت واحد فقط، وكثيرون طبعا سيغلبون الواحد فقط. فو منشي، فو منشي، فو منشي.
فوماشي فوماشي فوماشي. ومهما كانت قوة أعدائه استحالة حتى يلمسوه. فومانشي بيبدأ صد الضربة قبل الخصم ما يضربها، يعني بيتوقعها. لاحظ يا يحيى، بص بص. وهي دي الحاسة السابعة. الحاسة السابعة؟ فومانشي وصل لمرحلة عالية جدا في تدريبات التأمل والتركيز، فبقى يقدر يعمل تواصل نفسي مع اللي قدامه لدرجة انه تقريبا بيقرأ أفكاره. وهي دي الحاسة السابعة يا يحيى، وبالحاسة دي يقدر يلعب وهو معصوب العينين. طب والعمل؟ عشان تقدر تلعبه لازم تتدرب كويس قوي على تدريبات التأمل والتركيز وعلى القتال وانت معصوب العينين. بكده هتقدر تعمل معادل للحاسة بتاعت فومانشي. التدريبات دي هي اللي صنعت فومانشي، وهي اللي خلت مستواه يزيد يوم بعد يوم. سمعت آخر أخباره؟ أربع تربع. إنما فومانشي ما حصلهاش حاجة. شكله وحش قوي. الدبانة الذكر دي مش هتخلف تاني. وابتدينا التدريب فعلا. اربط دي. اقف وقفة صحيحة. ركز 10 ثواني بالظبط وهضربك نفس الضربة. حاول تحسها وتصدها. ابتدي. يا عم ده صيني. يحيى اتهبل. انت مجنون؟ يعني عمرك ما هتبقى زيه. 800 مليون صيني اتصرفوا في كل شيء لوحدهم. ما انتش ليه صيني. لسه بدري عليك يا يحيى. انا من رأيي نأجل فكرة الماتش دي. لا يا كوتش لا، أرجوك. اسمع يا يحيى، بطولة الجمهورية شيء والماتش مع فومانشي شيء تاني. احنا ما نقدرش نبعت لفومانشي وانت مش جاهز. المرة دي انت بتمثل اسم البلد يا يحيى. على الأقل لازم مستواك يكون قريب من مستوى فومانشي. كلهم خوفوني من فومانشي. بقيت خايف العبه لاني واثق ان هو استحاله يتغلب. والمشكله اني لازم اغلبه.
لان هو ده الحل الوحيد اللي هيصلح لي كل حياتي. يبقى لازم تغلبه. ايه اللي ناقصك عشان تغلبه؟ قوة؟ يا ما غلب ناس اقوى منه. المدرب بتاعك بيقول ان سر قوة فومانشي انه متدرب لدرجة انه بيقدر يقرأ افكار اعدائه. الحاسة السابعة. صح، اسمع افكاره. دي اسرع طريقة هتخليني في نفس مستوى فومانشي. طلبك بسيط. طب وما عملتوش لنفسك ليه؟ ومين قالك؟ قول حاجة في سرك. يلا يا يا دجال يا ابن انت دلوقتي هتسمع الأمر. شاكيرا 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 امتى صدري يكبر؟ شاكيرا امتى صدري يكبر؟ شاكيرا امتى صدري يكبر بقى؟ شاكيرا صدرهم كبير. يا بختك يا بختك يا بختك. ليه يا حمار؟ Soon, the world will be mine. Mine! Mine, you idiot! يحيى انا رايحه الدرس. اتاخرت موت على طارق. طارق رؤى بقالي ساعة ملطوع. قولي للبقف ده في بيض؟ بيض؟ اصل امي بتعمل كيك والكيك بيبقى عايز بيض، فانا قلت ثانية واحدة. اسفة يا رؤى يا حبيبي عشان لطعتك شوية. يلا بقى بسرعة عشان نلحق نروش قبل ما مامتك تيجي. ويقوم الآن النجم خالد الغندور. انا صحيح مذيعه انما نفسي ابقى رقاصه. ما هو ده يا اخويا اللي بياكل عيش دلوقتي. اسف، ممكن اعدي؟ آسف يا خبر. اتفضل عدي يا أستاذ يحيى، اتفضل. احنا في ديك الساعة. عدي عدي يا بيضة، عدي يا حيلتها. مصلحة خدامة أبوك. عدي يا روح خالتك يا بيضة. عدي، انت هتصورني. يلا يا فرفور. طب يا بوسي هديكي فرصتك، احكي لي يا ستي. لحد امتى هفضل امثل اني بكلم نسوان وانا ما عنديش خط اساسا؟ ودي فين اللي شبه الدولاب هي الوحيده اللي بتعبرني؟ يا استاذ كلابالا، استاذ صلاح بن نينجا، مش كفايه مبوظ لنا الملعب واخد منه حته؟ بنكره الكاراتيه والكونج فو وكل الحاجات دي. بنحب الكورة. بكره الرجالة ديكتاتوريين فاكرين نفسكم فاهمين كل حاجة. اتفو اللي مش هياخد معايا دروس خصوصية عشان يعرف. ازيك يا حمار؟
لو خليت الملعب كله كورة وطردت يحيى خالص وزرعت الملعب نجيل، العيال هتتبسط وهنعمل نشاط في الصيف، فحملة الدعاية تكون شتاء وصيف والفلوس تبقى شتاء وصيف. استاذ يحيى. استاذ حافظ. ايه يا استاذ يحيى؟ فين؟ ايه؟ مفيش حاجه. جاتكوا نيلة مالته البلد. لا استاذ حافظ. ياكوا 60 نيلة. الحب يا يحيى هو اللي رجعني تاني. انا اكتشفت ان انا ما اقدرش اكون لواحد غيرك، مع انه اغنى منك وجاهز للجواز. بجد يا هايدي؟ طبعا لا يا مغفل، العريس اللي جالي طلع افقر منك، اديني متهببه معاك لحد ما الاقي فرصه احسن. يحيى، منى، انتوا الحاجة الجميلة الوحيدة اللي فاضلة لي. يحيى ومنى. تاني هيقول لنا يحيى ومنى؟ احنا ذكرين يا غبي سخيف. ايه؟ سيبنا مع بعض بقالنا سنين وفاكر واحد مننا نضايق. غبي، احنا كده هغلط مع زميلي. واخص عليك، عايز نتضايق. سخيف. غبي. ليه؟ يا ابن المجنون. ليه؟ شكلك غبي. ليه؟ لو سمحت، اقرب محل عصافير هنا منين؟ يا حيلتها. اخر الشارع شمال في يمين. فرفور. شكرا. يا استاذ، يا استاذ. ايه اللي رجعك تاني يا يحيى؟ حرام! انا لو فضلت كده لحد الماتش هتجنن. شوف لي حل. اسمع يا يحيى، انا لو شلت منك الحاسه دي مش هترجع لك تاني. الموضوع ده ما بيحصلش الا مره واحده في العمر. انت معاك قوه ما انتش عارف قيمتها. انت ممكن تكسب حاجات كتير قبل ما تكسب الماتش. ممكن تبقى ملك العالم. فكر كويس يا يحيى، انت دلوقتي بتسمع الافكار. ايوه يا كوتش. انت فين يا يحيى؟ اتأخرت على التدريب. جاي لك يا كوتش. استعدوا. فايت. هضربه في وشه، في بطنه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي معجزة. 4 جنيه فكان. 30 جنيه يا حاج. لو بس الكاميرا كانت يمين شوية. لازم أروح الهرم أصورها تاني. مساء الخير. مساء نور. مش أنت ايوه ايوه ايوه، بس معلش كنت مستعجل، كان عندي مشوار مهم. لا لا ولا يهمك.
عموما العصافير موجودين، ثواني هجيبهم. لا 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 انا كنت بصراحه عايز ابدلهم. تحب اي نوع؟ عندنا انواع كتير. الو. طيب تحت امرك. مليني طلبك. رابع واحد يتصل عشان طلبية كناري احمر، ما كل الانواع موجودة، اشمعنى بيطلبوا النوع الخلصان؟ حاضر يا فندم، يومين وهجهز لك الطلبية. قررت؟ كناري احمر. كناري ايه؟ طيب ممكن تسيب رقمك؟ هكلمك خلال يومين. انا بجهز طلبية كناري احمر، اصله خلص من المحل والطلب عليه زايد اليومين دول. انتي مش مصرية ها؟ دايما بتفقس نص نص. يعني كنت عايشة بره ولا؟ باين عليك عيل لمض وهتبتدي تسخف. حلوة قوي الصورة دي. قوي قوي، بس عارفة لو كانت الكاميرا على اليمين شوية كانت تبقى أحلى. فعلا معاك حق، أنا كنت بفكر في كده. هو أنا كنت بتكلم صوت عالي؟ هو أنت اللي مصوراها؟ كل الصور أنا اللي مصوراها ما عدا الصور دي. دي صور بابا الله يرحمه، ما هو اللي علمني التصوير. ازيك يا منى؟ ازيك يا مريم؟ وازاي ماما؟ الحمد لله. الأبلة قالت لي نرسم رسمة عن النيل، أرسم إيه يا منى؟ مركب صغيرة بشراع كبير والسما زرقاء. ارسمي مركب صغيرة ماشي، والشراع بتاعها كبير والسما زرقاء. ايه رأيك يا منى؟ متهيألي عمو معاه حق. أنا كنت عايزة أقول كده بالظبط. شكرا يا عم. هو أنت اسمك إيه؟ عمو يحيى. أظن إني جاهز دلوقتي لتحدي فومانشي. أرجوك يا كابتن اديني الفرصة دي. أنا بعت فعلا للاتحاد الصيني للكونغ فو. 现在最好的办法，我们一定要取消，一定要好把这个事情，一定要把这个杀手接受他们挑战。对于我们来说，我们必须接受这个挑战，要干掉那个白人，干掉他，对吧？所以说呢，我们一定要想一个很好的办法，把这个事情一定要让他干。 كيف يجرؤ هذا الفرعون الصغير المتحزلق على أن يطلب تحدي فومانشي رمز بلادنا التنين الكبير؟ يجب علينا أن نلقنه درسا ونفلقه إلى نصفين. نعم. هاو 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 هاو. هيا بنا نقتله بالسم. لا، بالقتال. بالسم. بالقتال. لا بالسم. بالقتال. بالسم. بالقتال. بالسم. لا بالقتال. بالسم بقى. بالقتال. بالسم. أرسلوا له وانشان الرجل الثاني بعدي، وإن استطاع أن يهزمه فإنه سيكون كفءا لملاقاتي أنا فومانشي الأسطورة. خلي بالك، وان شان ده مقاتل خطير جدا، بيعتبروه في الصين الرجل التاني بعد فومانشي. المباراة دي هتحدد حاجات كتير، ركز كويس قوي، انا ثقتي فيك كبيرة. ما تخافش يا كابتن. معقول هو؟ أنا جاية أصور الهرم، بعيد الصورة إياها، وأنت؟ أنا باجي هنا دايما عشان أتأمل.
يوجا يعني؟ حاجه زي كده. اصل انا بلعب كونغ فو وعندي ماتش مهم قوي مع فو مانشي. فو مانشي بتاع السينما؟ ايوه ما هو برضو بطل الصين في الكونغ فو. يعني انت هتلعبه بجد؟ اللي قدامك ده بطل مصر، وبعد الماتش هبقى بطل العالم. ايه الثقة دي كلها؟ باين عليك مغرور. اوعي تفتكري ان انا مغرور، انا عمري ما كنت كده. الحكايه كلها بس ان انا حاسس ان فوزي في الماتش ده هيحقق لي كل احلامي. دي فرصه عمري ما اقدرش اضيعها. جميل ان الواحد يكون له هدف ويسعى عشان يحققه، والاجمل انه يلاقي حد جنبه يفرح معاه بتحقيق حلمه. بصوا هو ده بقى يحيى المصري اللي حكيت لكم عنه. ازاي قدر يصدهم ويضربهم وهو مغمض عينيه؟ الواد ده جامد قوي، ده زي فومانشي. ده مستواه بقى زي مستوى فومانشي بالظبط. شكله حلو النهارده. ازيك يا منى؟ يحيى ازيك؟ اخبار عصفير ايه؟ وصلوا؟ لسه ما تقلقش، هكلمك اول ما يوصلوا. بصراحه انا ما كنتش جاي عشان عصافير، يعني كنت بفكر اخدك مكان، اعزمك، نتكلم، يعني عشان في مفاجاه كبيره قوي محضرها لك. مفاجأة ايه؟ مش هقدر اقولها لك والا مش هتبقى مفاجاه. لا لازم اتقل شوي، اتقلي. مش هقدر دلوقتي يا يحيى، زي ما انت شايف ما اقدرش اسيب المحل لوحده. لو سألتني تاني هوافق. على العموم يعني انا مش هضغط عليكي، عشان انا فعلا شايفك عندك شغل كتير قوي. هفوت عليكي وقت تاني. الو ايه الهبل اللي انا بعمله ده؟ ما كانش لازم اتصل، هيقول عليا ايه؟ منى عرفت منين؟ حسيت ان انت عارفه الاحساس لما حد، انت عارفه الارواح لما بتتالف، عارفه الموضوع ده بيبقى فيه غير. انا هقتله واشرح كل حته في جسمه، وبايدي هطلع قلبه من مكانه. انتي كنت بتقري ده؟ ومعانا الآن المطربة الحائزة على لقب أقوى مغنية لهذا العام. رحبوا معايا بالمطربة فيكي. صوت أصيل وقوي بصراحة، بس على فكرة أنت عاملة نيو لوك هايل. ميرسي. وجوزي كمان عامل نيو لوك. أنا عامل نيو لوك وبروح الجيم كمان. حاجه صعبه قوي. مش عارف الناس دي عايشه ازاي. لو حصل وقعدت في برنامج زي ده هتعمل ايه؟ انا هقول لكل واحد حقيقته بصراحه. يعني اللي كانت بترقص دي هقول لها انت رقاصه مش مغنيه. بص في ساعتك ليه؟ هوريكي المفاجاه. دي أجمل مفاجأة شفتها في حياتي.
وين؟ هاو بيفكر بالصيني، بيفكر بالصيني. لك المركز الثقافي الصيني. 大家都知道，中国文化源远流长，它有5000多年的历史。那么呢，比如说4大发明都是中国人的杰作，它对世界工业、科技、文化等方面。تفضل. هل يمكننا جميعا بالبدء بكل أعضاء الجسم مثل الذراع، الرأس، الأذن، الرجل، حاجات زي كده؟ طيب. 头 头 头 手 手 手 手 胳膊 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 ممكن تقوم من هنا؟ ما الملعب هو واسع قدامكم. لا احنا عايزين ناخد الملعب كله ونلعب فيه. وبعدين انت قاعد ما بتلعبش والاستاذ بتاعك بقاله كتير قوي ما بيجيش. اخلص يوه. دي منطقة الكونغ فو محدش يلعب هنا كورة. وكانت اسمها هايدي، بس خلاص سيبنا بعض. يا ترى سبتها ليه؟ أكيد عايزة تعرفي سبتها ليه. دي خصوصياتك، انت حر. سبتها ليه؟ ليه؟ عمري ما حسيت إني بحبها، وهي كمان يتهيألي ما كانتش بتحبني برضه. كل اللي كانت عايزاه واحد تتجوزه وخلاص. وانتي كان ليكي علاقات قبل كده؟ يعني تقدم لي كم واحد بس ما كانش فيهم حد مناسب. يعني منهم اللي كان فلوس دهب هغرقك، تلاجة وهملها لك، تقولي رايح فين جاي منين ما يخصكيش، ماشي؟ حياتي انت لهيبي ومكاتيبي وترتراية قلبي ونن عيوني. اتفضل يا مستر علي. شكرا. نعم. تعرف انك اول واحد يدخل هنا بعد المرحوم بابا؟ هو ايه المكان ده؟ ده مصنعي. ده المكان اللي العصافير بتخلف فيه. كل محلات العصافير الكبيرة بتستورد العصافير من برا عشان صفاتها أنقى أو أحسن. أنا بقى الوحيدة اللي كسرت القاعدة. أنا ببيع من إنتاجي عصافير صفاتها أنقى وأحسن من المستوردة وبسعر أقل، وكمان بحاول أعمل أنواع جديدة صعب حتى إنتاجها برا. العصفور اللي قدامك ده اسمه الحسون، وده الكناري. ده فصيلة وده فصيلة تانية خالص زي الحصان والحمار. كل التجار والهوا قالوا لي استحالة تقدري تعملي الهجين ده، عمرنا ما شفناه إلا مستورد، بس أنا صممت. الموسم اللي فات فشلت، بس الموسم ده قدرت. متهيألي هاخد واحد جوافة من غير سكر. واحد جوافة من غير سكر. ليا حضرتك؟ أنا زيه بالظبط.
انت اتغيرت قوي يا يحيى. ازاي يعني؟ يعني لا بتسأل ولا بتعدي ولا كأننا اصحاب. حتى المدرسة ما بقتش تروحها. فيها يحيى. خاو شاو شاو كابو كابو تخوي تخوي. جاهز يا يحيى؟ جاهز يا كوتش. يحيى المصري داخل يرفع راس مصر لفوق، داخل بمشية المشهور بيها اللي احنا بنسميها ممكن مشية البطة، وبطبط بطبط يا بطبوط. يحيى المصري مش هالفوت، والماتش ده هيحدد حاجات كتير قوي، لان يحيى هيقابل وان شان، واذا كسبه هيبقى كفء لملاقاة فو مانشي بطل العالم. 和中国人王强的对决，这里要提到的是，如果亚也胜出，他将面对更强的对手——中国的传奇人物福曼西。Fight! 好。啊！他怎么可能像福曼西一样遮住眼睛比赛？胳膊。 وانتصر البطل. مين كان يصدق ان الحمار ده هيكون الطعم اللي يصطاد العيال للمدرسه وعيالي على فلوس؟ يا كابتن يحيى، يا راجل الغيبه الطويله دي معقوله؟ الورد ابيض في نهار ابيض. حضرة الناظر انا خلاص بطلت. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا بطل؟ ايه اللي بطلت؟ يا راجل دي المدرسه كلها في انتظارك. في انتظار مين؟ شوف يا يحيى يا ابني، زي ما انا ناظر المدرسه انا ايضا صاحب المدرسه. يهمني الربح في المقام الاول. اول مدرسه في الشرق الاوسط لتعليم فنون القتال. فكره جديده لكن مفيده. وعشان الفكره دي تنجح لازم يتبناها بطل مصري يكون شجاع، مثل اعلى لتلاميذه، قدوه للنشء الصغير، والدنيا كلها بتتكلم عنه. البطل ده هو انت يا يحيى. ومش كده وبس، انا اتفقت مع شركه عالميه هترعى المشروع ده، ولو انت وافقت هتدفع لنا فلوس كتير يا بطل، ونصيبك محفوظ طبعا. طب ومشروع الاستاذ علي ايه؟ اسمع يا يحيى يا ابني، دي فرصة عمرك ومش هتجيلك تاني. امضي يا ابني امضي امضي. كابتن يحيى، كابتن يحيى موهبة فذة، من صغره هو بطل، من نعومة أظافره، ودايما كنت بقول له في يوم من الأيام يا يحيى هتكون حاجة عظيمة جدا. طول عمري بشجعه. أنا ستوب يا كابتن يحيى. استنى، أنا لسه ما كملتش. مش المهم عندي أنت يا أستاذ، المهم عندي أنت يا بطل. يا ريت تتصور مع كام تلميذ حلو من تلاميذك دولت يا بطل. لا الولد ابو نضاره هيرجع ورا، شكلك وحش مش عاجبني، النضاره دي مش مظبوط عليك، يلا ورا. حاضر. ايوه حلو قوي، هو ده. ثابت. ستوب. هاي الصوره دي حلوه قوي يا كابتن يحيى، يا ريت تكلمنا عن يوم في حياه بطل. انا بتنفذ كونغ فو، يعني بصحى من النوم اتنفذ كونغ فو. طبعا يعني دي عيلتي، وده البيت اللي اتربيت فيه، البيت اللي اكلت فيه، اللي شربت فيه، اللي استحميت فيه، اللي ذاكرت فيه، اللي برضه اتمرنت كونغ فو فيه. معلش ثانية، سوري. مش وقتك خالص. دي عيلتي،
وده البيت اللي انا. لا صور دول يا ابني. ايه اللي انت لابسه ده؟ حضرتك مش عارف ان التلفزيون بيصور من الاول يعني؟ ايوه يا ابني بس كده. جدو ممكن لو سمحت تخش تغير لو سمحت. جدو خش غير لو سمحت عشان خاطري. انا فرحان قوي، اخيرا احلامي كلها بتتحقق. ولسه عارفه لما اكسب فومانشي هتشوفي هيقولوا عليا ايه. مش مهم هم يقولوا ايه، المهم انك واثق في نفسك وقدرت توصل بمجهودك. المهم اني نجحت. ناس كتير بتنجح وصورهم في الجرايد وبيطلعوا في التلفزيون، بس هم في الاساس غشاشين او حرامين. هو الجو حرر قوي كده ليه؟ يمكن التكييف بايظ، او ممكن هم يكونوا قفلوا التكييف بالقصد عشان هم خايفين من فاتوره الكهرباء.手胳膊腿。 في حاجة على كتفي من ورا؟ لا. ولا في شعري؟ ولا في شعرك. مالك يا منى؟ أنا ما قلتش حاجة. يعني إيه؟ أنا ما جبتش سيرة شعري. لا أنت أكيد اتلخبطتي. لا ما اتلخبطتش. منى سيبني. منى سيبني. منى اهدي. ممكن تهدي؟ أنا هقولك على كل حاجة. أنا مش قادرة أصدق كده كل اللي أنت عملته ملوش أي معنى، عشان مش أنت اللي بتكسب، وحتى لو كسبت برضه مش هتبقى بطل. زمان لما قلت عايز الاعب بطل الصين كل الناس اتريقت وقالوا مستحيل، محدش كان مصدق، انت نفسك ما كنتيش مصدقه. فيها ايه يعني لما اختار اي طريقه عشان احقق احلامي واكسب؟ أي طريقة؟ أنت عارف أنت كده إيه؟ نصاب. ما انا بقالي 20 سنه بكسب بمجهودي. ايه اللي حصل؟ ولا حاجه. منى انا ما كانش عندي حل تاني. لو سمحت يا يحيى سيبني وامشي، أنا مش عايزة أعرفك تاني. ايه اللي جابك؟ رافقت واد شبيح قوي، وانا حامل دلوقتي، وانت المغفل الوحيد اللي ممكن يلبسها. الحب يا يحيى، احنا لازم نتجوز بسرعة يا يحيى، والمرة دي انا ماليش اي طلبات، انا موافقة على كل ظروفك. انت ايه؟ ما بتزهقيش؟ امشي من هنا هايدي، انا مش عايز اشوفك تاني. انت فاكر نفسك ايه؟ ده انت ولا حاجة يا يحيى، اوعى تكون فاكر حكاية بطل مصر دي بحق وحقيقي، ده انت تبقى عبيط. استنى لما العالم كله يتفرج عليك وانت بتنهزم من فومانشي، ساعتها محدش هيفتكرك اساسا، ولو حد افتكرك علشان يتريق عليك. ولا نسيت؟ أنا بأعلن إن البطل المصري يحيى هيتحدى أسطورة الصين العظيمة فومانشي، وأنا بوعدكم بمباراة قوية وفوز مستحق لبطلنا. وانا كمان بأعلن اني بعت رسالة لفومانشي بعلمه فيها تعطشي الشديد لهذه المباراة، وزمانه بيقراها دلوقتي. زمانه بيقراها. من الفرعون المصري يحيى إلى المرحوم فومانشي. 从埃及法老时代的耶黑亚到福曼奇的离去。 هطحنك. 我砸碎你。 هلسوعك. 我烧了你。 وهعلم عليك. 我把你给毁容。 وسأفوز عليك وانتزع منك كل ألقابك. 我战胜你，并夺取你的荣耀。 يحيى المصري.
أيها السادة، والآن نتابع آخر أنباء مباراة فومانشي ويحيى بطل مصر. ومعنا الآن اتصال مباشر مع فان دام. ألو؟ ألو؟ أسمعك جيدا. مستر فان دام. نعم. ما هو تعليقك على مباراة فومانشي أسطورة الصين أمام خصمه يحيى المصري بطل مصر؟ انتبه يا يحيى، إن فومانشي وحش كاسر. نحن مجرد أطفال صغار تلهو بالنسبة إليه. إن مجرد التفكير في مواجهته يعتبر انتحار. شكرا مستر فان دام. في كل العالم وفي العالم كله بيعملوا له حساب كبير، لأنه وحش كبير بيفتك بأعدائه. فهو لم يقهر ولم يجرح ولم يلمس ولم يتقهقر ولم يتدهور ولم يتعثر ولم يتعور. The President of the United States decided today to send 20,000 troops to the region, where Kung Fu legend and Hollywood icon Fu Manchu is due to make an appearance, amid fears over the Chinese superstar's alleged links to the terror network Al-Qaeda. ولم يتلولو ولم يتزحزح ولم يتأثر ولم يتبعثر. التتار العالم كله كان مرعوب منهم، لأنهم كانوا ممتازين في صنع الحيل الدعائية اللي بتخليهم بمثابة وحوش مفترسة تدمر أي أمة في ثواني. كانوا بيركبوا لنفسهم قرون من الماعز ويلبسوا جلود من الفرو عشان الناس تفتكرهم انهم جنس تاني متوحش اقوى من البشر. دول كتير سلمت، خافت حتى قبل ما تحارب. خوفهم من التتار قتلهم قبل التتار نفسهم ما يقتلوه. ووقف قطز القائد المصري العظيم تحدى الخوف. واجه التتار بكل شجاعة. عمل خطة محكمة وتوكل على الله فانتصر. ايه اللي انت عامله ده يا يحيى؟ اسمع يا كابتن، خبر ان فو منشي جاي مصر قلب الدنيا وهو متصيد اعلاميا، لازم ارد عليه. ترد عليه في الماتش بمجهودك وفوزك عليه، مش بالطريقه دي. وبعدين ايه الاربعه اللي انت جايبهم دول؟ ما تظهر في التلفزيون مع فرقتك. بذمتك دي مناظر اظهر معاها قدام فو منشي؟ صور يا ابني صور. احب اعرفكم بفرقتي، انا معاهم من قد كده والمصحف. كابتن يحيى ده اقوى واحد فينا. رحبوا معانا ببطلنا الرياضي يحيى والنيو لوك الجديد. احنا معانا مخرجنا الكبير سيد شمندي، ومعانا البطل الجميل يحيى. طبعا لازم نسألهم، لازم الحق اضرب اي سؤال. هل في شيء مشترك ما بين الرياضة والفن؟ لو قلت الصدق هيقولوا عليا مثقف. الصدق يا عفريت.
كابتن يحيى، انت حقيقي مثل اعلى لكل شبابنا. طيب عايزين نعرف سر تألقك في لعبتك. طبعا انا مش هقدر انكر اسباب تألق وصناعه البطل اللي قدامكم دلوقتي، وهي باختصار التأمل الكوني، التواصل، طبعا ده في وجود مرجعيه منفصله لا متصله بالقوه الخارجيه الكبرى. ودلوقتي جه ميعاد مفاجأة حلقتنا النهارده اللي هيقدمها لنا المخرج سيد شمندي لأنه هو صاحب المفاجأة. والله أنا فكرت وقررت وفعلا عملت الإعلان عشان أقدم بطلنا يحيى للجمهور، وكمان عشان أرد على فو مانشيه، خصوصا بعد ما سمعت إنهم جابوا له مخرج أمريكي مدعي وعمل له الإعلان فعلا. أنا عملت الإعلان ده لكي أثبت للعالم وإحنا في الألفية الجديدة إننا قادرين على أن ننافس جميع دول العالم شرقا وغربا في جميع المجالات، وخاصة في مجال الإعلام. نتفرج سوا على الإعلانين. He is smooth like a snake. He's hot like fire. He's great like mountains. He's sharp like swords. And when he goes angry, your life will be in danger. www.fumanshi.com. يلا يا يحيى يلا يا يحيى هات لنا منه لقب واتنين. يلا يا يحيى يلا يا يحيى هات لنا منه لقب واتنين. الصلاة عالزين الصلاة عالزين. هيا يا يحيى اسحق فو منشي. اسحق اسحق. ايه ده؟ ادفوا شريط الاعلان خلص. نشد سوا على المقطم. المقطم دي مهزله. انا هفرجكوا كلكم. اهدى يا استاذ سيد، قفلنا الشريط خلاص، احنا دلوقتي على الهوا. ومعانا اتصال مباشر. الو 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 ايوه ممكن اكلم كابتن يحيى؟ معاكي، بس الاول نتعرف عليكي. انا واحده كنت اعرف البطل ايام زمان، وعلى فكره انا فرحت قوي لما شفته النهارده في البرنامج، لاني كنت عارفه ان ده كان حلم من احلامه، واحب كمان اسجل اعجابي بصراحته المتناهيه في الحوار. واخيرا احب اهنيه على النيو لوك الجديد، هو كده فعلا نموذج للبطل الحقيقي. استاذ يحيى، استاذ حافظ بيظن بالواد دوده وهيستدعي لي امر. في ايه يا استاذ حافظ؟ ما هو كله منك انت. ادي قدوة الجيل، ادي مثلهم الاعلى. انا دلوقتي مش فاهم حاجه. دوده عمل ايه؟ اتفضل ادخل بص وانت تعرف. جت كونيلة مالته البلد.
ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ نفسي ابقى زيك. اتفضل يا كابتن يحيى، استفتح يا ابني، دي دفعه اولى من الحساب. سمي وادي يا ابني. بقول لك ايه يا حضرة الناظر، انا كنت عايز اتبرع بجزء من الفلوس دي لعملية والدة الاستاذ علي. والدة مين يا ابني؟ علي. والله يا ابني والدة الاستاذ علي تعيش انت. ايه؟ ماتت يا ابني، ماتت زي ما الناس بتموت. اتوفت من اسبوعين، البقاء لله. وبعدين الاستاذ علي ما بقاش يشتغل اصلا عندنا في المدرسه، استغنينا عنه، ملهوش لازمه. البركه فيك انت يا برنس. علي علي صدقني انا معرفش موضوع والدتك الا دلوقتي. علي انا ماليش اي ذنب في طردك من المدرسه. انا مش محتاج شفقه من حد. انا ما حملتكش اي ذنب يا يحيى. حتى الناظر كان عنده حق. دي مدرسه خاصه محتاجه فلوس كتير، وهو بقى عنده بطل ونجم الناس كلها بتتكلم عنه. يبقى هيعمل بيا انا ايه؟ يا رب اهدي يحيى وارضى عنه واصلح له حاله.
تفتكر يا جدو لو قطز كان عايش معانا هنا دلوقتي وكل الناس اللي حواليه احبطوه وقعدوا يقولوا له مش هتقدر تكسب مش هتقدر تكسب مش هتقدر تكسب، ايه غلطتي؟ اقصد يعني ايه غلطته ان هو كان عايز يكسب باي وسيله؟ ايه رأيك في ماتش الاهلي الاخراني يا يحيى؟ الاهلي؟ يعني كان ماتش وحش، اتغلب 3-0. شفت انت قلت ايه؟ الاهلي اتغلب، وهو الاهلي اللي انت بتتكلم عنه ده 11 لعيب، يا كلهم يكسبوا فنقول الاهلي كسب، يا كلهم يخسروا فنقول الاهلي خسر. حتى في الالعاب الفرديه مفيش لاعب يقدر يكسب من غير ما يكون وراه فريق عمل. والناس اللي انت بتتكلم عنهم دول واللي احبطوك، قصدي اللي احبطوا قطز، هم دول فرقته. فلو قطز كان سمع كلامهم واختار اي وسيله عشان يكسب، ما هموش اذا كانت الوسيله دي صح ولا غلط، عمره ما كان هيكسب. ومين اللي قالك ان ما كانش في ناس بتحبطه؟ يا ابني الناس كلها كانت خايفة من التتار، لكن لأن قطز كان بطل ومثل أعلى بدأ بنفسه وعمل اللي يقدر عليه وتوكل على الله وحارب هو واثق من نفسه فانتصر. في تاريخنا يا ابني شرف الوصول للنصر أهم من النصر نفسه. والنهارده كل اللي احنا محتاجينه اننا نجدد التاريخ ده. انا خلاص مش عايز الحسن تاني يا يحيى، فكر كويس. انا فكرت خلاص. طب والماتش والبطولة وأحلامك يا يحيى؟ هحاول احققها بنفسي حتى لو ما قدرتش، اديني حاولت. طلبك بسيط بس كده عمرك ما هتقدر ترجعها تاني. شيلها. اسمع يا حضرة الناظر، مش ده عقد الاتفاق اللي بينا؟ ايوه يا ابني. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا ابني؟ استنى يا ابني، بتقطعني ايه؟ علي يرجع المدرسة من بكرة. حاضر. والمشروع بيني وبينه بالنص. حاضر، إذا كان على الأستاذ علي يرجع نرجعه يا سيدي، ما دام ده اللي أنت عايزه. والملعب كمان يتقسم بالنص. حاضر. مفيش مستحيل، لازم دايما تبقى واثق من نفسك ومؤمن بقدراتك. مفيش حاجة
جدا. 28 29 30. يحيى 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 اتقدم 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 وكفايه خلاص تتقدم للشمس للنور. 26 27 ها 28 29. دودة 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 دودة. Quiet!